النهارده ديكسس فرايدي تشيكن كان عامل قلبان في سيدي جابر. الافتتاح بتاعه النهارده عنوانه في سيدي جابر في مساكن الضباط امام نادي الفتح. طبعا كان عامل زحمه جامده جدا. النهارده كان عامل عرض بمناسبه الافتتاح. العرض دوت عباره عن 4 قطع بروستد ومعاهم فرايز ميديوم ومعاهم كول سلو ميديوم ومعاهم واحد عيش كايزر، كل ده ب100 جنيه بدل 200 جنيه. كمان هو برضو عنده 2 مكان، في مكان فيه صاله صغيره زي ما انتم شايفين كده، هي بسيطة او فيها بعض منيو ديزرت بسيط، فيه دوناتس وكان فيه براونيز وكان فيه مولتن كيك. يعني منيو ظريف وصغير، مفيش مش كتير قوي بالنسبة للديزرت. هي الصالة كانت صغيرة ومش كبيرة، يعني كانت محدودة كده وصغيرة. ده بالنسبة هنا بقى كانت التيكاواي، وكان زحمة جدا يا جماعة عشان العرض اللي قلت لكم عليه. كان العرض من الساعة 7 للساعة 10، كان يوم الجمعة يوم 12. كان زحمة جدا. نيجي بقى للحظة الحاسمة وهي التذوق الاوردر بتاعنا. استلمنا الاوردر، نيجي ندوق بقى ونشوف. ده البوكس كان فيه عيش كايزر، وده الفرايد تشيكن كان فيه 4 قطع. بصراحة كانت حلوة قوي، كانت سخنة جدا. اما بقى الفرايز كانت تحفة جامدة قوي بصراحة، كانت سخنة. اهم حاجة ان الاكل كان معمول واحنا واقفين الاكل بيطلع سخن بصراحة. ده كان حلو قوي. كان معاه كمان كول سلو. ده بالنسبه بقى للفراخ نفسها، كانت تتبيلتها حلوه قوي، وكانت كريسبي من بره، الكريسبي مقرمشه كده وحلوه، وكانت التتبيله بتاعتها جميله بصراحه. انبسطنا قوي من الفراخ، عجبتنا، كانت تجربه هايله وان شاء الله نكررها تاني. المنيو بتاعهم منيو ظريف وكده، عندهم حاجات كتير، عندهم سنجل ميلز وعندهم ريزو وساندوتش. بس كده وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم.